عوف عليكم يا ولاد. الصلاة على النبي. اللي أول مرة يشوف القناة بتاعتي يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد، ونصلي على النبي كده ونبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة على النبي. يلا بقى عشان تعملوا الفطير المشلتت الحلو ده وإيه وتدوقوه كده وتجربوه زيي وتقولوا لي بقى على رأيكم في تعليقاتكم. نسمي الله بقى ونصلي على رسول الله. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. الجبنة القديمة بقى بتاع الفلاحين والعسل والحاجات الحلوة دي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. انا بقى عملت شملولة وقلت ايه امي يا بنت اعملي لك فطيرتين في الساعة ديت، والعيال كان نفسهم فيه وانا نفسي فيه بصراحة. والفطير اللي بيجي من بره دي انا ما بقتنعش بيه ولا بيخش دماغي بشيله. قمت قايمة جايبة 5 كيلو دقيق. طبعا 5 كيلو بقى كل واحد يعمل على قد مقدرته، بس أنا قلت هكتر شوية عشان إيه الحبايب. طبعا الفطير ما بيتحطش عليه خميرة. دول 5 كيلو دقيق حطيت عليهم معلقتين سكر ومعلقة كبيرة ملح، وتعجينه بمية يا حبيبتي وتسيبي العجين وتقطعه على طول وتسيبيه بقى يرتاح في الساعة ديت ساعة أقل حاجة. تمام. انا قمت الصبح كده قلت ايه اما اقوم اشوف شغلي، لقيت البت سعديه جارتي بتخبط علي وجايه لي زي عوايدها بزعابيبها وعماله تعيط. قلت لها انا مانيش فايقه، كان احنا لسه بنقول يا فتحي عليم فيه ايه على الصبح. قالت لي امبارح يا اختي قعدت اتفكت مع واحده جارتي وحكيت لها كل على الزعل اللي بيني وبين جوزي وبين حماتي و... وجارتي ديت خدت مني الكلام كله والشريط اللي انا خريته، وقامت رايحه بقى ايه موديه الكلام كله لحماتها. يا سنة جاز. شفت بقى العجن بتاع النسوان يا فتحي يا عليم على الصبح. قلت له وبعدين دي حاجه تعلمك ان انتي ما تقعديش مع جارتك وتندمجي معاها قوي كده وتجيب اللي في بطنك. خلي دايما في حدود بينك وبين جارتك. دي جارتك يا حبيبتي مهما كانت جارتك. اي وقت هتزعلي انت وهي هتفتن عليك وتقولك يا اللي قلت ويا اللي عدت. ده لسه الكلام ما بريتش، لسه الكلام سخن وبالعجل. قامت رايحه واخده منك وقامت رايحه بقى فاتنه عليه لحماتها وقالت لها مرات ابنك بتقول عليكم كذا 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 كذا. وقعدت بقى ايه قالت لها حكيت لها كل الحوار اللي دار بينهم الاتنين. يا نهار ابيض. شوف النسوان والعجن بتاع النسوان في الفلاحين. ايه دي ايه العجن دي. المهم بقى قعدت تعيط. قلت لها بقول لك ايه انا هقوم اعمل فطرتين لعيالي، انا مانيش فايقالك على الصبح والوجع الدماغ ده انا مانيش فايقالك. قالت لي لا اقعدي معايا بس وقولي لي اعمل ايه. قلت لها هتعملي ايه خلاص السهم نفد. وهي راحت بقى حكت، هي راحت بقى فتنت عليك. ودي حاجه تعلمك ان انتي ما عدتيش تقعدي مع جارتك وتندمجي قوي كده وتجيب اللي في بطنك. خلي دايما في حدود بينك وبين جارتك. ازاي يا حنون. قلت لها يا حبيبتي انتي يعني المثل بيقول صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. لكن اقعد مع جارتي واجيب اللي في بطني كله. هي اختك يا حبيبتي، هي اختك ولا امك هتشتكي لها اللي تعبك. مهم بقى يا حبايبي ما طولش عليكم علشان نفضى بقى للفطير بتاعنا. طب اعمل ايه يا حنون دلوقتي؟ الحل ايه؟ زمان حماتي بقى شايطه والكلام كله وصلها وزمانها زعلانه والزعل زاد زعل وزمانها شالت منه اكتر ما هي شايله. قلت لها ادخلي بقى دلوقتي اهو على حماتك، حبي على ايديها وصالحيها وايه واحرقي ايديكها بقى اللي هي فتنت عليك وطلعتك وحشه قدام حماتك دي. قالت لي يعني انت شايفه كده؟ قلت لها اه. خش على حماتك دلوقتي اهو خدها في حضنك وحبيها، ولكن حصل حاجه وقللي من ديكهت وطلعها هي اللي كداب وصغري واحرقي دمها وصالحه حماتك. انت مالكش الا هي ومالكش الا جوزك وانتوا قاعدين في بيت عيله، قطع العيله واللي بيقعد في العيله. وخدي بالك من حماتك مهما كانت امك. وبعدين ايه انت مالكش الا جوزك يا حبيبتي. وبعد كده دي درس يعلمك ان انت ما تقعديش مع واحده جارتك وتندمجي وتخر اللي في بطنك كله وتسحبك في الكلام وتضحك عليكي، وفي الاخر بتاخد منك وتروح تودي لحماتك وتعجن الدنيا في بعضها وتولع الدنيا مع بعك كبريت في ثانيه كده وتولعكوا في بعض. قالت لي ماشي يا حنون انا هروح اعمل كده. وفعلا
دخلت على حماتها رضتها وصلحتها ودي كانت بقت مولعة ان هم اتراضوا ومتصالحوا. دي درس لينا يعلمنا ان احنا ما نقعدش مع جيراننا ونندمج. جارتك عمرها يا حبيبتي ما تبقى اختك، عمرها ما تبقى امك، يعني مهما كانت جارتك. واعرف ان السر اللي بيطلع من بقك ده هو انت نفسك ما حافظتش عليه، يبقى ازاي بقى ان جارتك هتحافظ على سرك؟ طب تيجي ازاي اذا كنت انت نفسك ما انتش حريصة على سر؟ يبقى ازاي ان هي هتحافظ على سرك؟ لا، وكمان هتاخد منك وتقعد مع ديت وتقعد مع دي. ما بقى السر بقى، ما بقى السر ده، السر سرب على الجيران. المهم بقى ايه الفطور بتاعنا بقى، خلينا في المشلتت بتاعنا. عليك يا سعدية وعلى سنينك السودة، كل يوم تجيلي بمشكلة، كل يوم هحكي لكم هي قالت لي ايه. المهم بقى ايه، تاخدي بقى تقطعي بقى الفطير بتاعنا زي ما احنا شفنا كده كور صغيرة دولت بقى. بسم الله ما شاء الله، الفطيرة عملتها 20 عشان تبقى مالية مركزة كده، وفطيرة وجامدة، وفطيرة ايه بالصلاة على النبي. بعد ما بتعمليه بقى زي ما انتوا شفتوا في الفيديو كده، تفردي واحدة تفردي بالسمنة، تفردي على زيت زي ما انت عايزة، تفردي واحدة واحدة وتحطي واحدة جوه واحدة، والاخر بتبقى بقى بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شفتوا كده. حطيتها في الصينية اهي ودهنتها سمنة وايه، ورحت جبت نص كيلو قشطة من عند جارتي وتسيبيه بقى يرتاح كده في الصينية زي ما انتوا شفتوه كده، وتقومي فرداه وايه، وتقومي دهنها بها قشطه. ما عندكش قشطه ادهني بالسمنه اللي انت ايه اللي انت فردت عليها الفطير، مش ضروري قشطه يعني. وقمت جايه بقى ايه فرداه بقى كله ودهناه بالقشطه، وقمت قايمه بقى على الفرن. كنت بخبزه والمغرب بيدن. عايزه اقول لكم ان احنا اتغدينا قدام الفرن والمغرب بيدن والله. دي اول واحده دخلتها الفرن قلت اصورها لكم. بسم الله ما شاء الله كان بيقب بقى ومورق زي ما انتوا شفتوه في الفيديو كده، والنار بقى تبقى وسخت من فوق ومن تحت عشان يستوي. وتلاقيه بقى ايه بسم الله ما شاء الله شال بقى وقب، وشوفوا القعر بتاعه يبقى ورد كده ويبقى ايه جميل. عايزه اقول لكم ان انا وزنت الفطيره بعد ما سويتها جت كيلو 300 جرام. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، فطيره جامده يعني، فطيره لو بتشتريها دي مش اقل من 300 جنيه. اصل دي معمول بالسمنه البلدي يا جماعه، فطير بالسمنه البلدي مشلتت من بتاع العرايس. يا حبايب قلبي دي الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم بخير وايه وفطكم بعافيه، وربنا يخليكم ليا يا رب. وشوفوا الفطير بقى وجماله بعد ما طلع من الفرن مورق ازاي، اللهم صل على النبي. يا ريت تجربوه وتقولوا لي بقى انتوا بتتابعوني منين بلد وايه، وتتواصلوا معايا كده وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد، وفطكم بعافيه.